السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكلمكم النهاردة عن الدولفين، صديق الإنسان الوفي والكائن الجميل اللي كلنا بنحبه، وهقولك على سر التواصل العجيب بين الدولفين والإنسان وإزاي بيقدر يتحرك ويعيش حتى لو كان أعمى. أهلا بيكم، أنا أحمد حسن ودي قناة معلومة على الماشي. لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. الدولفين أو الدرفيل بالعربي هو كائن من الثدييات البحرية من فصيلة الحيتانيات، وبيرجع أصل تسمية الدولفين لكلمة ديلفيس اليونانية واللي معناها الرحم، وكانت التسمية دي إشارة لسلوك الدولفين الرحيم مع الإنسان. لو بصينا على أصل الاسم في المعجم القديم هنلاقي العرب بيسموه الدخس، ومعنى الدخس في المعجم هو دابة بتنجي الغريق وتحمله على ظهرها حتى يستطيع السباحة. ووصف العرب للدولفين بأنه دابة مش سمكة راجع لأن الدلافين بتولد مش بتبيض، وكان العرب قديما بيطلقوا على الثدييات دواب. الدولفين بيعيش في جميع بحار العالم وفي منها 40 نوع تم اكتشافه. متوسط عمر الدولفين من 25 ل 60 سنة، أما طولها فبيتراوح من 1.20 متر لحد 9 أمتار، ووزنه من 40 كيلو وبيوصل لحد 10 طن في بعض الأنواع. كل أنواع الدلافين لها فتحة تنفس أعلى الرأس واللي بتقدر تتنفس بيها خارج المياه. الدلافين كائنات لاحمة بتتغذى على بعض أنواع الأسماك والحبار. في كتير من الدراسات والأبحاث وأكتر من عالم بيجزم ويأكد إن الدولفين هو تاني أذكى مخلوق بعد الإنسان، وده بسبب سلوكياته وتصرفاته المعقدة، وكمان الترابط الاجتماعي والأسري العجيب بين الدلافين وبعضها. بعض الباحثين بيشوف إن السر وراء تصرف وتفكير الدولفين هو حجم دماغه واللي بيزن المخ فيها ل 1600 جرام. وجد العلماء إن الحيوانات اللي عندها دماغ كبيرة زي الدولفين والقرود مثلا بتشترك في كتير من الطباع والسلوكيات، ومنها انهم بيربوا صغارهم لفترة اطول من اي حيوان تاني، وكمان بيشكلوا مجتمع اسري مترابط داخل الاسراب والمجموعات، وكمان ممكن يشكلوا تحالف مع اسراب تانية لمواجهة اي خطر. والغريب جدا واللي هيدهشك ان في بعض الدراسات اثبتت ان الدلافين بتستخدم ادوات، ايوه زي ما سمعت بتستخدم ادوات في الصيد. اثناء الصيد بينزل احد الدلافين لقاع البحر، وباستخدام قطع من اسفنج البحر بيبدأ يسبح بشكل دائري علشان يكون حلقة من الغبار حول الأسماك، وبيبدأ يضيق الحلقة على الأسماك بالتدريج. في الوقت ده بيجي دولفين تاني يصدر موجات صوتية عالية جدا، واللي بيشكل عند الأسماك الصغيرة حالة من الذعر والهياج وبيخليها مش عارفة تروح فين. وهنا تبدأ كل أفراد السرب تاكلهم واحدة ورا التانية. الأسلوب ده في الصيد دليل على ذكاء وتعقيد تفكير الدولفين. التعاون بين الدلافين وبعضها واستخدام أدوات فعلا حاجة مذهلة، وإنهم عارفين إن لكل فعل رد فعل. إدراك الدولفين للإنسان أو الحيوان اللي بيغرق ومعرفته إنه مش قادر يعوم وبيجري عليه وينقذه، ده بيثبت إن الدولفين مش بس ذكي، ده كمان عنده شيء من التعاطف. سلوك إنقاذ الدولفين للبشر أو الحيوان من الغرق بيدل على إنه كائن عطوف وعنده إحساس. لك أن تتخيل إن الدولفين ساعات بيربي ويراعي أطفال من السرب وهم مش أطفاله، لأن أمهم أو أبوهم بيكونوا مش موجودين، وبيعاملهم زي أطفاله بالظبط وبيدافع عنهم بكل شراسة، وبيقدر كمان يميز بين أفراد عيلته وغيرها من العائلات، لكن ده ما بيمنعوش إنه يتعاطف مع الكل. بعد كل الاكتشافات المذهلة دي عن الدلافين واللي اتكلمنا عن جزء صغير فيها، بعض العلماء أثبتوا إن الدلافين بالفعل قدرت تكون شبه لغة وبيستخدموها في التواصل بينهم وبين أفراد السرب. مش بس كده، كمان قدروا يحددوا إن الدولفين بيقدر ينادي على كل فرد من أسرته بصوت مميز، حاجة كده زي الأسماء. وكمان الدلافين عندهم القدرة على التقليد زي القرود والبغبغاوات وغيرهم من الحيوانات اللي بتستطيع إن هي تقلد اللي بتشوفه أو تسمعه. بيقدر الدولفين يقلد حركات الإنسان أو الحيوان، وده الأسلوب اللي بيتبعه مدربين الدولفين في العروض والألعاب الرائعة اللي بتقدمها الدلافين. ومن المهارات العجيبة عند الدولفين إنه بيقدر يحدد أماكن الأشياء ويرصدها كمان، وده عن طريق موجات السونار اللي بيصدرها الدولفين وبترجع له تاني. ودي مهارة بيستخدمها الدولفين في الأماكن المظلمة واللي بتخليه يقدر يحدد الأشياء اللي حواليه علشان يقدر يتحرك بكل سهولة. وكمان في أنواع من الدلافين بتكون عامية تماما
زي دولفين غابات الأمازون، واللي بتعتمد في تحركاتها على الموجات وبس. لو عايزيننا نتكلم عنهم اكتبوا لنا في التعليقات. بعد اللي عرفناه عن حياة الدولفين العجيبة والسلوكيات المعقدة للدولفين وذكائه في الصيد والتعامل مع البشر وباقي الكائنات بعاطفية شديدة، أحب أقولك إن في بعض العلماء بقوا بيقارنوا ذكاء البشر بذكاء الدولفين، ودي حاجة غريبة حبتين. لكن اللي بأكدهولك إن دي مقارنة غلط تماما، لأن معايير الذكاء عند الإنسان بتختلف من شخص لشخص، ما بالك بقى من إنسان لحيوان؟ أكيد مفيش وجه مقارنة، وإن مفيش أي كائن على الأرض نقدر نقارن ذكائه بذكاء الإنسان. والأولى من المقارنات دي هو السعي للحفاظ على البيئة اللي بيعيش فيها الدولفين وغيره من الكائنات الجميلة، ونحافظ عليها من شبح الانقراض. وبكده نكون وصلنا لآخر كلامنا النهاردة، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية، ولو لسه مشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. سلام.